كذا ولا كذا ولا بدون كاب لأن شعري محتوس يا اخوي، كيف نسوي يا شيخ؟ شوف شعري كيف ما يجي كذا، تقدم حلقة شعرك كذا ما يصلح. إذا نحط الكاب كذا. والله كتصميم مرة حلو الكاب. شوف كيف كاب كذا وفجأة شعر كذا، حركات موضة حركات. اوه سلام عبد الله وحلق جدا. قبل ما ابدا راح اقول شيء مهم جدا، اتمنى منك انت ربي يسعدك اذا مو مفعل التنبيهات في قناتي روح اضغط وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد، وعشان برضه اليوتيوب ما يشترون الاشتراك منك. حلقة اليوم اللي هي ماضيكم الاسود، راح نبدا مع اول ماضي اسود، فاربطوا حزمتكم ليتس جو. هذا الشخص يقول انا من ماضي الاسود انه كان معي جوال عنيد 1. اوكي ما في مشكله، فالمشكله انه الرجال معاه جوال عنيد 1 ومركب له غلاف وكفر يحمي جوال عنيد 1 من الكسور. انت في عقلك؟ لا حقيقي انت في مخ عندك كان ولا كان في سطل زباله؟ عنيد 1 تحط له كفر يا حبيبي، هذا الجوال مره قوي يا حبيبي، هذا عنيد 1 انت تاخذه وترميه من الشباك يطيح في الارض، عرفت؟ دج كذا، عرفت؟ تطيح في الارض، تجي انت تفك الباب تبي تنزل تحت تشوف صار له شيء ولا تحصل قدام باب بيتكم ينفض الغبار يقول لك ايه ما صار لي شيء والله بسيطه. يا حبيبي جوال عنيد 1 هذا انت تجي تاخذه او ترميه في المسبح، اوكي يطلع لك بوم مع المويه، عرفت؟ ويتسلق ويطلع من المسبح يلبس منشفه يقول والله ترى انا سبيح. يا حبيبي جوال عنيد 1 ذا مره قوي، يعني مره قوي، تيجي انت تحط له كفر عشان تحميه يا حركات. تشتريه يحطوا لك لسته معه ضد الكسر ضد الدعس ضد الرمي ضد المويه ضدك انت كمان. عندك مخ يا حبيبي انت. هذا الشخص يقول مرة كنت في المسجد وقاعد أصلي وكل شيء، فجأة دق عليه صاحبه من قوة الحماس رد. حرام على أمك يا أخوي، لازم الصلاة تصير خشاع، لازم تصير خشاع، نعم خشاع، لازم تكون عندك خشوع في الصلاة، مو يدق صاحبك تتحمس تاخذ ترد وين أنت؟ فين؟ هذا الشخص يقول مرة كنا في الحارة أنا وصاحبي، في واحد من أصحابه عنده كلب، واللي عنده كلب ذا دائما يأذيهم، يمسك الكلب يخليهم يلحقهم، فهمت؟ ويجري وراهم زي كذا، يأذيهم تطفيش بس كذا. هي تخيل ان الكلب عضه، تخيل الكلب عضه. فاللي صار انه الاولاد هذول الاثنين حقدوا وقالوا لازم احنا نشتري كلب، فقاموا اشتروا كلب. في يوم من الايام راح عند صاحبهم ومعاه الكلب، فايش سووا؟ قاموا ايش؟ قال لك الكلب حقهم يا هو ما تعرف تصفر؟ اوكي ما في مشكله. فقاموا قالوا للكلب حقهم هيا اذهب، هذاك صديقنا اذهب الحقه. صديقهم ذاك كان معه كلب وهذول معاهم كلب، فلما قالوا للكلب روح قام الكلب حق صديقهم ذاك يجري عليهم، فقاموا يجرون يطالعون وراه يطالعون وراهم حصلوا الكلب حقهم يجري معاهم. فالكلب بدل ما يجري على صاحبهم قام خاف الكلب حقهم وشرد معاهم. هذا الشخص يقول انه تعرف على واحد من اصحابه جديد، بس الصاحب الجديد هذا دلخ غبي، يعني في ناس في الحياه دلوخ حقيقي، يعني دلخ غبي، انا اعرف خوات دلوخ كثير. كان معاي صاحبي الجديد دلخ مره، فكان الولد ذا هو وصاحبه جالسين عند باب بيتهم، فالولد ذا خاله مطوع، الولد ذا وصاحب الدلخ جالسين عند باب العماره قاعدين يسمعون اغاني، فجاه كذا طب خالهم مطوع عندهم، اول ما طفوا الاغاني قام الدلخ يقول ليش فيك انت تطفي الاغاني؟ قال اسكت الله يرحم امك انت اصلا عندك دلخ بس اسكت خلاص. فجاء خال الولد قال له ايش كنتوا تسمعون؟ مين كان يسمع اغاني؟ فالولد قال ما سمعت يا خالي اغاني، ما سمعت شيء. قام الدلخ قال شوف لا تكذب، احنا كلنا نسمع اغاني بس مو مره شويه. يا اخوي الدلخ ذا كيف بس شويه؟ كيف بس شويه؟ وهذا الشخص يقول كنت في البقاله كان نفسه ببيضه كندر، يقول فرحت عند بيضه كندر هذه فاخذتها وجايه بيشي بيسرقها، يقول لما اخذتها وجيت بسرقها وانا طالع مع المحل انا البنقالي مسكه قال لا انت فين روح. عرفت البنقالي لما يكشفونك مثلا تسرق من بقاله ويكس يمسكونك مره قفيط، انت فين يعني؟ هو مره يعني سوى شيء مره خطير، فمسك البنقالي انت قال انت ايش في روح هذا ما في انت فلوس ادفع حق. قام الولد من الخرشه قال له لا بس بروح اسال ابويا بكم سعرها. اوكي انت ممتاز والله. يبي يروح يسال ابوه عشان يقول لابوه هذه بكم سعرها يا ابوي. يا كذاب.
وبس يا شباب، هذه كانت حلقه بسيطه من ماضيكم الاسود. اتمنى انكم استانستوا وانبسطتوا معي، ربي يسعدكم، سيدني معكم يا رب. قبل ما نختم اتمنى اذا انتم فعل التنبيهات ربي يسعدك، سيدني معكم يا رب، عشان يوصل كل شيء جديد، وعشان برضو اليوتيوب ما يشيل اشتراك منك. اتمنى انك تحط لايك يا قلبي. اذا انت مو مشترك في القناه ايش تستنى يا عبي؟ اشترك في القناه. حسابات التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات بتحصل رابطه تحت في الديسكربشن. كان معكم عبد الله، والشاهد الله نحبكم، والسلام.